مخطوب الواحد هو محترم بجد وكويس اخلاقيا جدا، لكن حصل بينا تجاوزات كتيره في الشات وغير الشات، وانا مش قادر اسامح نفسي ولا اسامحه لان هو كان السبب في التجاوزات دي. مبدئيا مش هو السبب. طب ايه هو السبب؟ ده شكل من اشكال الصراع النفسي نتيجه ان البني ادم بيخش بيعمل تصرفات عكس مبادئه، وبالتالي بيبتدي ان هو يفقد ثقته في نفسه، يبتدي يفقد ثقته في افكاره، يبتدي يفقد حتى ثقته في الشخص اللي معاه. وهنا المشكله كلها مش ان هو السبب في ان خلاك تعمل التجاوزات ده، الفكره كلها اللي خلاك ان انت ما تحترميش مبادئك هو ان انت ماشيه ورا مشاعرك. لان التجاوزات دي هتكون ممتعه، والوقت واللحظه الممتعه دي هنا انت بتبقي في حاله متعه وعايزاها تكمل اكبر وقت ممكن انها تفضل موجوده. طب هنعمل ده ازاي؟ بالتجاوزات. وبالتالي ده ضد مبادئك. فهنا ده اللي انت بتختاري تمشي ورا المتعه عن ان انت تمشي ورا افكارك. فاللي محتاج يتغير انك تمشي ورا افكارك حتى لو هتتنازلي عن متعه مؤقته.